آخر فرصة غدا في البنك الأهلي وفي بنك مصر وفي بنك القاهرة وفي أغلب البنوك. إيه التفاصيل بالظبط؟ تعالوا بقى نقول لكم كل التفاصيل. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل ما نخش في موضوع الحلقه بنستاذن حضراتكم لو بتتفرجوا علينا ولسه مش مشتركين في القناه تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس على الكل عشان نصلكم كل الاحداث والحلقات الجديده خلال الفتره الجايه لانها مهمه جدا. وطبعا اهم حاجه ما تنسوش اللايك على الحلقه. خلونا بقى نخش في موضوع حلقتنا على طول. ومن اسبوعين او من 12 يوم تقريبا بالظبط كنا نزلنا الحلقه دي مع حضراتكم وقلنا ان في مبادره شمول مالي بمناسبة اليوم العالمي للشباب. ومبادرة الشمول المالي دي تعليمات وتوجيهات البنك المركزي لأغلب البنوك اللي تابعة تحت مظلته إن هي تفتح حسابات وتقدم مميزات أغلبها مجانا للناس عشان تشجعهم يخشوا تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وعشان يخشوا تحت مظلة البنوك ويتعاملوا من خلال الحسابات البنكية ومن خلال المعاملات البنكية ومن خلال الاونلاين ويقللوا شويه فكره الكاش. وطبعا عشان يشجع الناس دي كلها تعمل الحاجات دي فطبيعي يقدم لهم مميزات مجانا. وقلنا ان اغلب البنوك مشاركه في المبادره دي يا جماعه، وانتوا حاولوا تستغلوها لو انتوا عاوزين تفتحوا حساب جاري او حساب توفير او تطلعوا بطاقه خصم مباشر او ميزه او محافظ الكترونيه او الكلام ده كله، لان بتتقدم مجانا في الفترات دي. وقلنا ان بنك مصر والبنك الاهلي وبنك القاهره وبنك اسكندريه والناس اللي سالت على بنك السي اي بي والناس اللي سالت على بنك كيو ان بي وبنك الكويت الوطني، قلنا ان اغلب البنوك دي مشاركه في المبادره. واغلب البنوك تقريبا بتقدم نفس الحاجات باختلاف بقى كل بنك عن التاني او بيشوف المميزات اللي حابب يقدمها للناس بحيث ان هو يجذب عملاء اكتر. لكن قلنا مثلا ان اغلب البنوك وعلى سبيل المثال واهم بنكين او اهم 3 بنوك الناس بتهتم بيهم وهو البنك الاهلي وبنك مصر وبنك القاهره بيقدموا مثلا الحسابات، ودي يعتبر اهم حاجه الناس عاوزاها. وان الناس مثلا ما بتروحش تفتح حسابات عشان مصاريف فتح الحساب او ما بتروحش تفتح حسابات جاري او توفير عشان الحد الادنى. في المبادره بيقدم لك الحساب الجاري او حساب التوفير بدون مصاريف فتح حساب وبدون حد ادنى. يعني انت لو عايز تفتح حساب جاري او حساب توفير في البنك الاهلي مثلا او في بنك مصر، فالحساب الجاري مثلا ب 2000 ونص والتوفير ب 3000 جنيه، لا هياخد منك 2000 ونص ولا هياخد منك 3000 جنيه ولا هياخد منك مصاريف فتح حساب. انت ممكن تحط 50 جنيه او اقل او 100 جنيه اي مبلغ حابب تحطه عشان بس المصاريف الدمغه النسبيه اللي بتتاخد اللي هي تقريبا اقل من 10 جنيه عشان الحساب يشتغل ومبروك عليك الحساب. في بعض الناس كانت علقت على الحلقه وبتقول طب ما هو بعد كده بيفرض عليا مصاريف اداريه. طب ما ده طبيعي يا جماعه، ما هو اي حساب هيبقى عليه مصاريف اداريه. هي الفكره ان انت في الشمول المالي بتستغل ان هو مش هياخد منك مصاريف فتح حساب ومش هيلزمك بحد ادنى 3000 جنيه و2000 ونص، لكن طبيعي ان انت هتكمل بالحساب لسنين بعد كده فطبيعي هتفرض عليه المصاريف الاداريه اللي هي بتتاخد كل 3 شهور. لكن المبادره كويسه جدا ان هي بتعفيك من الحاجات دي. وقلنا طبعا ان اغلب البنوك التانية برضو بتقدم لك بطاقات خصم مباشر، بتقدم لك بطاقه ميزه مباشر، بتقدم لك المحافظ الالكترونيه مجانا وبتعمل لك برضو كاش باك على المحافظ الالكترونيه. في بعض البنوك بتطلع لك بطاقات الائتمان مجانا مثلا لو انت هتقدم على قرض او من غير قرض على حسب البنك. فطبعا يا جماعه جايين نقول لكم ان اخر يوم في المبادره بكره. المبادره كانت من 1/8 لحد 15/8 زي ما وضحنا في الحلقه اللي فاتت. فلو انت حضرتك حابب تفتح حساب او تطلع بطاقه او اي حاجه من المميزات دي، شوف البنك اللي انت حابب تطلع الحاجات دي فيه واسال متاحه ولا لا وحاول تستغلها غدا، لان زي ما قلنا اخر يوم في المبادره بكره. وبعد بكره كل حاجه هترجع لطبيعتها. الحد الادنى هتدفعه عشان تفتح حساب وهتدفع مصاريف، ميزه هتطلعها بفلوس، بطاقه الخصم المباشر بفلوس، المحافظ الالكترونيه كل ده هترجع لطبيعتها تاني هتبقى بفلوس وبتكلفه عليه. فحاول تستغلها بكره لو حابب اي حاجه من الحاجات دي في اي بنك انت حابب. بس يا سيدي ده كده كان كل موضوع حلقتنا النهارده. اتمنى طبعا ان يكون الحلقه اللي تعجب حضراتكم واستفدتوا منها استفاده بسيطه. ما تنسوش طبعا تنزلوا تشتركوا في القناه، ما تنسوش اللايك على الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده. شكرا.